ألف مبروك للنادي الأهلي حصوله على المركز الثالث ودخوله بطولة الكونفدرالية، البطولة المفضلة للاعيبة الزمالك اللي الأهلي خدها كلها. زي زيزو وإمام عاشور وبن شرقي، لعيبة كبيرة وعندهم خبرة في الكونفدرالية ويستحقوا يكونوا موجودين مع البط الكيني والبن الأسيوطي، مع إن الأسيوطي بتزعلهم. ازيكم يا جماعة، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في حلقة جديدة، حلقة النهاردة عن الحدث الرياضي الأبرز والأهم في مصر. ضد المنطق، ضد العادي، الزمالك بطل الدوري. ألف مبروك للزمالك وجماهيره. الحقيقة الزمالك السنة دي عانى جامد جدا عشان يقدر إنه ياخد البطولة دي من أول فرقة المليار اللي الأهلي عملها. انزلي يا نجوم، اتالي يا نجوم يا فرقة المليار. فين يا كابتن؟ ومن ضمنهم طبعا لعيبة الزمالك السابقين اللي أهمهم السنة دي أحمد السيد زيزو. هو انا معاك، لو هو لازم نادي الزمالك يجدد له، بس بصوره غير الصوره اللي موجوده دلوقتي، لان مش هتعرف تعمل سيطره على غرفه الملابس بتاعه اللعيبه. طيب. هيحصل مشكله كبيره جدا. طب ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. اذا هو نفسه ذات اللاعب انضم للنادي الاهلي واخد فلوس مقاربه للفلوس اللي هو كان هياخدها في نادي الزمالك، هل هيبقى نفس الكلام؟ اهلا وسهلا بيه. اهلا وسهلا بيه. طب هنا مش هيبوظ اوضه اللبس في الاهلي؟ لا طبعا زي ما احنا عارفين الاهلي نادي المبادئ، واكيد صفقه زي زيزو ما تعملش مشاكل في غرف اللبس زي ما كانت هتعمل في الزمالك. طبعا مش بيعمل هش يا جماعه طبعا ولا حاجه، لا هو بس عمليه اهلانه اللاعب واخده وقتها مع امام عاشور شويه. اهلانه اللاعب دي حاجه كده زي البناء الضوئي. نرجع للزمالك، الضغوط والمشاكل اللي كانت عليه السنه دي، ووصل ل 18 ايقاف قيد، لدرجه ان لما بقى يجي ايقاف قيد ما بقاش النادي يتاثر خلاص. وطبعا على عكس صفقات الاهلي، الزمالك مش بس ما بقاش عارف يجيب صفقات، ده اضطر انه يبيع 2 لعيبه اساسيه من النادي زي دونجا وناصر ماهر عشان يعرف يصرف على باقي الفريق. طيب قبل ما نتكلم عن الزمالك ونحتفل بيه، خلينا نتكلم عن الاهلي وازاي كان بادئ الموسم. سكوادك بقى فيه زيزو ناحيه اليمين وبن شرقي ناحيه الشمال. زيزو، تريزيجيه، بن شرقي، وسام، امام، بن رمضان، ديانج، حمدي. يا لهوي يا خرابي يا حسين يا ابشر حموني يا اسطى. الدوري هننزل يعني بن رمضان هيجعل الدوري المصري يعاني. افتكروا محمد علي بن رمضان ده هيخلي فرقه الدوري المصري تعاني. خليك معايا يا نصر عشان انا مش محضر الحته بتاعت الاهلي دي كويس. طيب الاهلي بعد ما عمل الصفقات دي كلها، واهمها زي ما قلنا صفقه زيزو اللي كانت ضربه قاضيه للزمالك، خد بطولات ايه السنه دي؟ طبعا احنا خلاص عرفنا ان هو ما خدش الدوري للاسف. اكيد بقى خد بطوله دوري ابطال افريقيا عشان على الاقل يضمن مكان في البطوله السنه الجايه. اتغلب من الترجي رايح جاي وبقى ليهم في القاهره حكايات. الكاس، البطوله المفضله للنادي الاهلي، اكيد خدها السنه دي. خسر من المصريه للاتصالات وخرج من دور ال 32. يعني ايه؟ مفيش بطوله شرفيه حتى؟ امال الاهلي خد ايه السنه دي؟ خد في زيزو؟ ايه الجمله دي يا نصر؟ خد زيزو. طب ودي تعتبر بطوله يا ابني؟ زيزو جه من الزمالك، انا خدته فري، انا مصر على الكلمه اهو. نجم الجيل في الزمالك انا واخده فري. لا انت كده خدته مغري يا معلم. طب يعني كده ولا بطوله ولا بطوله؟ ارجع صفري بس ورا كده عشان نعرف نكمل مع بعض. صفري، ارجع ورا. مروان الصفري، يلا. طيب اكيد الاهلاويه كانوا عاملين حسابهم ان دي صفقه عاديه ممكن تفشل، يعني مش بطوله ولا حاجه. زيزو بطوله طبعا، زيزو بطوله كبيره قوي ناخدها. ايه؟ صفحه الاهلي كانت منزله له بوست انت العيد والعيديه والكونفدراليه. زيزو صفر، بن شرقي صفر، محمد علي بن رمضان صفر، تريزيجيه صفر. والله العظيم يا ريتنا ما عملنا الجالاكتيكوس ولا الحلاكتيكوس ولا البلاكتيكوس، يا ريتنا ما عملنا ده، يا ريتنا ما فرحنا بزيزو ولا بتريزيجيه ولا بالناس دي، يا ريتنا ما فرحنا بيهم. الله يخرب بيوتهم على حرقه الدم. يا ريتنا فرحه ما تمت خدها الغراب وحتى مش عارف يطير من تقل رجليهم، الغراب عجز كمان انه يطير. طبعا زي ما احنا عارفين اكيد الكونفدراليه اقوى 100 مره من بطوله افريقيا، والا ما كانش كابتن حسام حسن خد 8 لاعبين من الاهلي و3 بس من الزمالك. مش موضوعنا. حاجه اخيره بس في موضوع الاهلي، اسمها الكونفدراليه مش بطوله افريقيا، واخد لي بالك انت وهو، وماتشاتك هتلعبها بحكام اجانب من كفر الشيخ كلهم. وحطوا تحت كفر الشيخ دي مليون خط. طيب خلينا نروح للزمالك. الف مبروك للزمالك. زي ما قلنا موسم الحقيقه صعب بس مش صفري. الحقيقه الزمالك ما سمعناش الحدوته ولا حاجه، هو تفحلنا بس مش مهم. وكمان اول الدوري الحمد لله وصلك ان انت تلعب بطوله السوبر المصري وتحجز مكان في دوري ابطال افريقيا اللي احنا ممكن ما نعملش فيها اي حاجه، بس كفايه بوظناها على الاهلي. انا مش فارق معايا اي حاجه غير ان انت تبقى متضايق، تعيش حياه ضنكه. بجد اي حاجه هتاذيك عامه انا معاك. هتجري.
طيب اكيد الزمالك برضو كان في ناس مؤمنه بيه وكانوا واثقين ان هو هياخد البطوله دي من الاول. ادي اللي كان عايش لغيره الزمن اول، كانت تشوفه الناس سند والطيبه كانت ماليه، اهو ده اللي قالوا عليه اسد بس الطبع رقمه، وادي الاسد عن طبع داس وعقابه خط مدار، كان غضب حد القلوب كادهم غرور الشر وحكمة ليا سنين، اتقي الشر الحليم لو يوم يسن الزين. يا عم احنا ملناش دعوه بحد، احنا زي ما قلنا ضد المنطق ضد العادي، احنا نحتفل مع نفسنا وملناش دعوه بحد. اخيرا وصلنا لنهايه الحلقه، عندي كام خبر حصري نقفل بيهم الحلقه. الاهلي خد البطوله الدوري رقم 15 ده سنه 79، الف مبروك للاهلي وجماهيره. حسين لبيب هيبقى الواجهه الاعلانيه الجديده لشركه سجاير كليوباترا. هداف البطوله السنه دي من نصيب احمد ياسر ريان، معرفش تريزيجيه كان بيحتفل على ايه او بيرقص ليه، فاكر نفسه شيكوبانزا. ناصر منسي ليه فيديو بعد الماتش بيقول ان الجماهير لقبته بلقب الاسطوره عشان مسلسل محمد رمضان الاسطوره، تقريبا ناصر منسي ما شافش الاختيار واحد. اخيرا احب اختم بالمقوله الاقرب لقلب السنه دي، قال حكيم ذات مره: رقصوني يابا فرحوني يابا رقصوني فرحوني الليله. لا ما كانش قصدي حكيم ده طبعا، انا قصدي الحكيم التاني اللي تنهد وقال: شكرا ليكم جدا. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت، وشكرا.